وانا بقلب في اليوتيوب شفت الوصفة دي. عجبني قوي ان هي ما فيهاش مكونات كتيرة ومكوناتها تعتبر الى حد ما صحية، وكمان ما بتاخدش اي وقت في التحضير. بس اكتر حاجة عجبتني فيها بصراحة هي طريقة التقديم. ممكن ناس كتير تبقى عارفة الوصفة دي او مكوناتها، لكن طريقة التقديم دي شكلها بجد يشد قوي. يعني في اي وقت لو حبيتي تاكلي حاجة مسكرة، او لو اتزنقت في الوقت وعايزة تعملي حاجة طعمها حلو وشكلها حلو تقدميها للضيوف، يبقى تعملي الوصفة دي. المكونات الأساسية في الوصفة دي حاجتين: الفول السوداني ويكون متحمص، هنحتاج 150 جرام من السوداني، وكمان هنحتاج تمر. بالنسبة للتمر ممكن نستخدم التمر الطري عادي، أو كمان ممكن نستخدم التمر الناشف نبله في مية سخنة لغاية ما يطرى تماما، وبعد كده نفصصه ونستخدمه. احنا هنحتاج تقريبا من 200 ل 225 جرام من التمر. اول حاجه هنعملها ان احنا هنطحن السوداني، هنحطه في الكبه وهنضربه لغايه ما يبقى ناعم. ناعم بس ما يوصلش لدرجه ان هو يبقى دي يعني، لا، عايزين يبقى لسه فيه شويه كده، مجروش شويه يعني، بالشكل ده كده. بعد كده هنضيف عليه كميه التمر اللي معانا، هنضربهم كويس مع بعض لغايه ما التمر يمتزج مع السوداني اللي معانا، لغايه ما يبقى زي عجينه كده، او ان احنا لو خدنا جزء من الخليط ده وضغطنا عليه ما بين ايدينا هينفع ان احنا نشكله، يعني يبقى قابل للتشكيل. في غلطة أنا وقعت فيها فخدوا بالكم منها. أنا لما استخدمت التمر كان موجود في التلاجة، فالخليط كان مفرول، فاضطريت إن أنا أقعد أعجن فيه كده لغاية ما التمر طري وبقى قابل للتشكيل. بعد كده خدت جزء من الخليط وبدأت أشكله على شكل رول، بضغط عليه كده وبحاول أفرده بسمك يكون متساوي إلى حد ما، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد بقى الجزء التاني وهعمله نفس الموضوع بالظبط، هعمله رول ونضغط عليه كويس بحيث إن هو يبقى متماسك كويس معانا. بعد كده هنغلفهم من بره بالسمسم المحمص. الخطوة دي اختيارية، يعني لو انتوا ما بتحبوش السمسم تقدروا تستغنوا عنها، لكن بصراحة السمسم بيضيف قيمة غذائية وطعم كمان جميل ليها. كده بقى بقوا جاهزين معانا. هنبدأ بقى الخطوة التانية، ان احنا نعمل فتحات فيها من النص. ممكن تستخدموا معلقة عادية، الظهر بتاع معلقة عادية كده، او لو عندكم كمان المعلقة الخشب، الجزء اللي من ورا ده بيبقى برضو حلو قوي ان انتوا تضغطوا بيه وتعملوا فتحة كده في النص، بس يعني تعملوا بالراحة الموضوع ده عشان الرول يفضل متماسك وما يفتحش مننا. هنفضل نضغط بالراحة لغاية ما نعمل فتحة تكون مناسبة ان احنا نحشيها بعد كده. بعد ما نظبط الفتحات هنبدأ بقى نحضر الحشوة. هنحتاج من 60 ل 70 جرام من الشوكولاتة البيضاء، هنسيحها في الميكروويف أو على حمام مائي. لو هنسيحها في الميكروويف بندخلها 20 ثانية ونطلعها نقلبها، وبعد كده ندخلها 10 ثواني تاني ونطلعها نقلب لغاية ما بتسيح. بعد كده بقى بمعلقة أو بكيس حلواني هنضيف الشوكولاتة دي في النص في الفتحات اللي احنا كنا عاملينها، وهنسيح كمان شوكولاتة دارك وهنعملها خطوط بالشكل ده. واخر حاجه معانا بقى بخله هنعمل خط في النص بالشكل ده، وبعد كده هنسيبها ان هي تجمد او نحطها في التلاجة شويه، وبعد كده نبدا نقطعها. انا هنا هقطعها بحجم كبير شويه واحطها في الورق زي الورق الكب كيك ده. في كمان ورق زي ورق الكب كيك كده بس حجمه صغير قوي، ده برضو لذيذ جدا. لو جبتوه هتقطعوا الرول ده بقطع اصغر من كده كتير، وهيدي معاكم كميه كبيره قوي، بتبقى حلوه قوي في اي مناسبه. بجد بعيدا عن ان شكله بجد تحفة خالص ويعني لذيذ جدا كده ويشد العين، لكن طعمه حلو قوي قوي. وكمان التمر مع السوداني عامل ميكس رهيب، واضافة الشوكولاتة ضايفاله طعم تاني، بياخدوا الحتة تانية خالص. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده مع اصحابكم، وكمان هستنى صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.